السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازاي يا جماعة عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. بصوا بقى يا جماعة، النهاردة الخميس. مرضوش بقى نعمل، يعني مرضوش يخليني ان انا اعمل مشاوي ولا كمان اطبخ ولا اعمل اي حاجة. عايزين ايه؟ عايزين سندوتشات. لا طلعي لنا يا ماما الاستريبس واعملي لنا سندوتشات سوري. طب خلاص ماشي، انزلوا هاتولي الكاتشب. كان عندي بس نزلتهم جابولي بطرمان التومية وكمان صوص الشطه دوت. وقالت بقى انا البطاطس في البيت، وقال لنا بقى طلعنا كيس الاستريبس دوت، كان جاهز الصراحه مش انا اللي عاملاه. وطلعته بقى وقليناه وبقى بالشكل الجميل اللي انتوا شايفينه دوت. وانا دلوقتي هنحضر مع بعض كده، هنقلي بقى ونحضر السندوتشات، نشوف ازاي عملنا السندوتشات الجميله ديت. اي نعم كل حاجه كانت جاهزه، لكن انا اللي قفلتها. واول حاجه عملتها طلعت العيش السوري دوت من الفريزر، خليته لغايه لما فك. وبعدين بقى قليت الاستريبس والبطاطس معايا، وهنا كنت بوريكم المايونيز والكاتشب. الكاتشب انا اللي عاملاه في البيت، هبقى احط لكم اللينك بتاع الفيديو في التعليق بتاع الكاتشب، وهحط لكم كمان اللينك بتاع العيش السوري في التعليق برضو اسفل الفيديو يعني. بصوا بقى يا جماعه، اول حاجه بدات اعمل صوص كده عشان ادهن بيه السندوتشي، يعني تحت الحشو بتاعي. حطيت اول حاجه معلقه من المايونيز، عليها هنا معلقه من الكاتشب، عليها هنا شويه قليلين كده من صوص الشطه عشان بس ما تبقاش حراقه قوي، واللي محتاج بعد كده يبقى يحط. هنقلب بقى الكلام ده كله كده مع بعض. الصوص دوت يا جماعه طعمه حلو قوي قوي، وكمان الناس اللي ما بتحبش المايونيز هتحبه هنا قوي. والخيار المخلل دوت انا لسه عاملاه حالا، لاني دورت تحت في السوبر ماركتات ما لقيتش خيار مخلل خالص. فرحت طلعت بقى خيارتين من التلاجة كده، وقررت ان انا اعملهم. حتى هتلاحظوا ان في واحده مقطعاه طرنشات كده وواحده شرايح يعني اهو. بصوا بقى، هنجيب بقى العيش بتاعي ونبدا بقى ان احنا نتنيه بالشكل دوت، ونحط شويه هنا من الصوص اللي احنا عملناه مع بعض، شويه بقى من البطاطس، شويه من الاستريبس. زي ما انت حابه تعملي بطاطس بس براحتك خالص، حابه تحطي استريبس بس برضو براحتك خالص. انا هنا بظبط الزاويه بتاعه التصوير كده، يعني بشوف كل حاجه واضحه ولا لا، عشان بس انتوا تبقوا شايفيني. حطيت بقى الاستريبس مع البطاطس مع الخيار مع شويه كده برضو تاني من الكاتشب، لان عيالي يا جماعه بيموتوا في حاجه اسمها كاتشب. يعني انا لو غرقت السندوتش ده كاتشب مش هيقولوا لا. ونقفل بقى السندوتش كده، بسم الله. بس كده يا جماعه، شايفين؟ احلى وانضف واوفر كمان من بره. نعمل واحد تاني مع بعض. هنا بقى يا جماعه المره دي احط مايونيز بس، عشان بس يعني الناس اللي بتحب مايونيز بس، الناس اللي بتحب كاتشب بس. يعني انا هحاول ان انا على قد ما اقدر اشكل في السندوتشات بتاعتي عشان تكون الطعم مختلف. الكاتشب طبعا ده اساسي. ونقفل بقى السندوتش بتاعنا كده اهوت على شكل الرول اهوت، ونحطه بقى جنب اخواته. نعمل بقى الكمية بتاعتنا كلها كده بنفس الشكل، وبعد كده هوريها لكم. اهيت يا جماعة. بعدين بقى هنجيب هنا طاسة على النار ونحط فيها شوية من الزيت، يعني قد دهنة بسيطة خالص كده من الزيت. ونبدأ بقى ان احنا نشوح السندوتشات بتاعتنا ديت. طبعا انا بضغط عليها بايدي. لو عندك حاجة تقيلة يعني غطا طاجن او طاجن ذات نفسه، حطيها عليه عشان بس يعني تتضغط شوية، عشان تدي شكل زي بتاع بره بالظبط. بصوا خدت اللون اللي انتوا شايفينه دوت، نشفت شوية بسيط كده، وبعد كده قلبناها على الوش التاني. هنعمل الكمية كلها بنفس الشكل كده. وبعدين بقى نطلع السندوتشات بتاعتنا، حابين بقى نقطعها زي ما انا قطعت يعني 2 او 3 منها كده براحتكم، مش حابين وحابينها زي ما هي كده برضو براحتكم. اكمل بقى الكمية وارجع لكم تاني. انا شايفين بقى يا جماعة كده انا كنت خلصت، قطعت بقى 2 منهم،
وخليت الباقي زي ما هو. شايفين بقى يا جماعة؟ مش ناقص لها غير البوكس اللي هو بتاع بره ده وتحط فيه، ويبقى كأنه جاي من بره بالظبط. لو عجبكم بقى الفيديو يا جماعة يا ريت ما تنسونيش في اللايك والشير وكمان الاشتراك للقناة عشان يوصلكوا كل جديد. ادخلوا يا جماعة على القناة بتاعتي مطبخ اليسر ديت، هتلقوا عليها فيديوهات كتير قوي جميلة جدا ومفيدة جدا، وكمان بتعلم كل حاجة فيها توفير. يلا باي باي.